هو ليه الوقت بقى يجري بسرعة؟ وايه موضوع تسارع الزمن؟ وليه الزمن بقى يجري بسرعة جدا والناس مش حاسة بالوقت؟ ناس كتير بدأت تتكلم في انها مش حاسة بالوقت وبركة الوقت قلت وفي حاجة غلط بتحصل بتخليهم مش حاسين بالسنين اللي بتعدي، لدرجة ان في ناس قالت انها من 2019 مش حاسة بالوقت تماما، وسألوا نفسهم سؤال مهم: هو الوقت دلوقتي حقيقي ولا لا؟ هو فعلا في حد لعب في الساعة بتاعتنا؟ يعني ممكن يطلع التاريخ اللي احنا فيه ده مزيف، وممكن يكون الموضوع ليه علاقة بنواة الأرض أو بسرعة دوران الكرة الأرضية. ولو فعلا ليه علاقة بسرعة دوران الكرة الأرضية، هل هو طبيعي ولا حصل بسبب تدخل بشري عجل من سرعة دوران الأرض وخلى اليوم الطبيعي أقل من 24 ساعة، والساعة ما بقتش 60 دقيقة، والسنة ما بقتش 365 يوم؟ من بعد سنة 2019 ومع بداية 2020 الناس كلها بدأت تحس انه في حاجة غريبة في الوقت، والوقت بيعدي بسرعة جدا وبيجري لدرجة ان احنا بنعدي من سنة لسنة من غير ما نحس اصلا، وكل حياتنا اللي فاكرينها كانت قبل السنين دي، لكن في خلال الثلاث 4 سنين الاخيرة احنا مش حاسين بالوقت تماما. وعشان كده طلعت بعض النظريات اللي بتتكلم في الموضوع ده، وبتتكلم في ارتباط الموضوع ده بمصادم الهدرونات الكبير. وهفهمك يعني ايه مصادم هدرونات اصلا. مصادم الهدرونات تم انشاؤه على الحدود الفرنسية السويسرية، وده اضخم معجل جسيمات واعلاها طاقة في العالم كله. طوله في شكل دائري 27 كيلومتر وعمقه تحت الارض 100 متر. كلنا عارفين ان المكونات الطبيعيه للذره هي بروتون ونيوترون ونواه والكترون. البروتون هدف مصادم الهدرونات بحيث ان هو بيشتغل على بروتونات الذره مش النيوترون، لان البروتون فيه شحنه كهربيه، وعن طريق الشحنات الكهربيه دي المصادم بيشتغل على البروتون. المصادم ده بيشتغل عن طريق انه بيبقى فيه فيض من البروتونات في انبوبه، وبيحاول يقرب سرعتها من سرعه الضوء، فبيديها طاقه حركيه 3.5 تيرة الكترون فولت. وعلى الجنب التاني في انبوب تاني برضه فيه فيض من البروتونات بس في اتجاه عكسي، وبرضه المصادم ده بيديها نفس السرعه المقاربه لسرعه الضوء 3.5 تيرة الكترون فولت، وبيحصل فيض من البروتونات عكس بعض تماما بنفس السرعه والطاقه الحركيه. طبعا عشان نفضل محافظين على البروتونات دي جوه الانابيب بيستخدموا مغناطيس كبير جدا وقوي جدا جدا، وطبعا مع القوه الهائله دي بيحتاج تبريد قوي جدا بالهيليوم، وبتوصل درجه حراره التبريد ل 4 كلفن، يعني حوالي 270 درجه مئويه تحت الصفر. التجربه دي بينتج منها تصادم للبروتونات توصل طاقته ل 7 تيرة الكترون فولت، ودي طاقه هائله جدا. المصادم ده معزول تماما عن الاشعه الكونيه في المكان اللي هو فيه، علشان مفيش اي اشعه كونيه تاثر على القياسات بتاعته، وعشان كده اختاروا له المكان ده بين الحدود الفرنسيه والسويسريه. طب ايه هدف الموضوع ده كله؟ وليه الناس بتحاول تعمل التجارب دي عشان تفيد البشريه او تفيد الفيزياء؟ السبب المعلن ان هم عايزين يوصلوا لاصغر حاجه ممكنه في الكون. طبعا كل الناس عارفه ان احنا وصلنا لتركيب الذرات والجزيئات، والذره مكونه من الحاجات اللي قلنا عليها، لكن هم عايزين يوصلوا لما دون الذرات، يعني اصغر حاجه في الكون ممكن تتخيلها هم عايزين يوصلوا لها، علشان يوصلوا لنشأة الكون ده، ازاي الكون اصلا اتوجد. وعن طريق الموضوع ده هيفهموا كويس قوي اي حاجه خاصه بالابعاد الكونيه، وفي نفس الوقت على تفكيرهم ان هم يقدروا يكونوا كون مماثل بالظبط للكون بتاعنا. بس الغريب هنا ان العلماء اتكلموا في شويه نظريات اغرب من بعض. قالوا ان بسبب المصادم ده بيحصل اثار جانبيه للطاقه اللي بتطلع منه، وهي اختلال في شعور البشر للزمن. وده اللي بيحصل لنا حاليا، ان احنا مش حاسين بالوقت، وفجاه بنلاقي الوقت بيجري بينا ومش عارفين الوقت بيجري ليه، وسنه ورا سنه بتعدي والوقت عمال هو كمان يجري، لان المصادم ده شغال من زمان. والاغرب من كده انه ظهرت نظريه اغرب بكتير وبتقول انه اصلا العالم انتهى في 2012. طبعا هم فكروا بدماغهم ان العالم انتهى. طب احنا عايشين دلوقتي ازاي؟ محدش فسر، رغم عدم اقتناعي الشخصي بالنظريه الثانيه بتاعه 2012، لكن هي نظريه وهم بيحاولوا يدرسوها دلوقتي. والنظريه اصلا بتقول ان المصادم ده بسبب شغله عمل تصادم في الابعاد الكونيه بين كونين، وكون منهم انتهى، وعشان كده احنا بنحس بالاختلال في الشعور بالوقت. بس خلينا نقول ان اللي احنا حاسينه بجد انه فعلا الوقت بيجري جدا، محدش مصدق ان السنين بتجري ورا بعضها، لدرجه ان اي بوست بنلاقي مكتوب عليه انه من 2019 الناس مش حاسه باللي بعد كده. طب هل مثلا بركه الوقت قلت ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ انا عادل مجدي، ودي مجرد نظريه الناس بتناقشها واختلفنا او اتفقنا معاها، بس في الحقيقه الوقت بركته قلت جدا. يا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وشير للموضوع لو انتوا حاسين برضو ان الوقت بيجري بيكم.